الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. عملت شوية جمبري شوربة بالطريقة الحلوة دي. يلا بينا نشوف احنا عملنا الفيديو ازاي. يلا حبايبي وبألف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا النهارده هعمل الجمبري يا جماعه. عندي نص كيلو من الجمبري هنعمله شوربه. غسلته كويس وقصقصته وخليته زي الفل اهوت. وهنحط دلوقتي في حبه زيت او سمنه او اي حاجه بصله. نحط بصله كده عشان نعمل شوربه الجمبري. انا عاملاها معاكم كتير بس ايه حبايبي اللي هم عندي جداد. وانا بعتذر على التصوير الفتره اللي عدت لان كنت تعبانه جدا والحمد لله. يا حبايبي كده هنعمل الشوربه جميله جدا جدا. وعندنا هنا فلفل اخضر قرن حامي وبارد وحبه ثوم. طبعا الحامي ده اختيار. هنعمل شوربه الجمبري الطريقه الحلوه دي. حطينا بصله كده تدبل بس ونحط فص الثوم والفلفل. الطريقه الحلوه دي. بعتذر جدا يا جماعه على عدم الفتره اللي عدت ما صورتش علشان كنت تعبانه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. كده هنسيب البصله تدبل شويه وبعد كده نرجع لكم. اهو يا حبايبي كده البصله دبلت معايا شويه اهو. بسم الله ما شاء الله. وهنبدا بقى نحط الثوم بالطريقه دي. هنقلبها حبه وبعد كده نحط الفلفل. كده حطينا الثومه كمان تطلع ريحتها بس ونحط الفلفل. شوربه الجمبري دي جميله جدا يا جماعه، حلوه قوي. جربوها بالطريقه اللي انا بعملها بيها دي. جميله جدا جدا جدا، حلوه قوي قوي قوي. كده هنحط الفلفل. الله على الريحه يا جماعه، ريحتها من قبل ما نحط الجمبري تحفه. واخد بس تقليبه واحده كده. احنا عايزينه يعني كل حاجه مصحصحه بتقرش كده، مش عايزينها مستويه قوي. الطريقه الحلوه دي هتشربوا احلى شوربه الجمبري. بعد كده هنحط الجمبري طبعا غسلاه نخليه زي الفل، بس هنشيل كده عشان الميه اللي صفيه ما تنزلش في الاكل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده الطريقه الحلوه دي. كده ممكن تحط له طماطم ويبقى بالصلصه، وممكن تحط له اللبن يبقى شوربه بالطريقه دي. ممكن تحط له صلصه او طماطم معصوره فريش هيبقى صلصه، هيبقى بالصلصه. وممكن تحط له بقى اللبن زي ما انا هعمله كده اللي عايزينه شوربه. جمبري حلو قوي يا جماعه ما شاء الله. طعمه بيبقى زي العسل وشربته بتبقى حلوه ومغذيه وبألف هنا. كده هنغطيه شويه وبعدين نرجع لكم. اهي يا حبايبي كده نحط له بقى التوابل. كده هنحط ملح اهو، ملح بسيط جدا لان الجمبري يا جماعه ما بيحطش ملح كتير. وهنحط حاجه بسيطه من الفلفل الاسمر عشان ما تسويش في الشوربه، ونص معلقه كمون ونقلب. الطريقه الحلوه دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هنقلبه كده ما شاء الله. لون اهو حلو قوي قوي. هنغطي عليه بقى شويه كده ونسيبه كده اهو يا حبايبي. هنشوفه بقى. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خدت تقليبه. الجمبري ما بيغيبش في السوا يا جماعه.
خد تقليبه حلوه اهو في وسط التوابل والبصل والثوم والحاجات الجميله دي. خد تقليبه حلوه اهو. هنبدا بقى نحط له كوبايه ميه يغلي ونحط له اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حبه قليلين من الميه كده، كوبايه ميه، وبعد كده هنحط له اللبن يغلي بس غلوه ونحط اللبن، لان الجمبري يا جماعه ما بياخدش بالظبط 7 دقايق على النار بيكون مستوي. الطريقه الحلوه دي هنغطيه بقى بس يغلي ونحط له اللبن اهو يا حبايبي. كده ده خلاص استوى. هنحط له بقى ايه؟ اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. لبن بالقشره كده زي الكريمه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده خلاص الشوربه جهزت وبقت في منتهى الجمال. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. كده جهز، هتاخد غلوه ونطفي عليها اهو يا حبايبي. كده غرفت اهوت. بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ده الجمبري شوربه يا جماعه، لو عملتها بالطريقه دي حلوه قوي قوي قوي. بالف هنا حبايبي. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصلوا كل جديد. وبالف الف هنا حبايبي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بمشيئه الرحمن. مع الف سلام.